بونجور لو ماروك، السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم رضوان اسرموح مقدم برنامج سكيزوفرين. اول حاجه بغينا كاع لي فان ديالنا المتتبعين ديالنا، اي واحد كيهمو مستقبل ديال حريه التعبير في البلاد يبارطاجي هذا الفيديو معنا وينشروا على اوسع نطاق في البلاد، حيت هذا غيكون اول تصريح لنا واول خروج اعلامي من بعد بطبيعه الحال الخبر والضجه اللي سقتوا لها الخبر البارح وسقنا لها حتى حنا معكم، ديال ان الامين العام ديال حزب الاصاله والمعاصره الياس العماري شخصيا رفع علينا دعوه قضائيه بسبب الحلقه الاخيره اللي حطينا في بروغرام ديالنا، الحلقه الخامسه والخاصه به، يعني كان هو الضيف ديالها من برنامج سكيزوفرين من الموسم الثالث ديالو. فاليوم تاكدنا بان الخبر بصح نيت كاين، فاحنا تواصلنا مع المحكمه الابتدائيه بمدينه جديده وتاكدنا بانه كاينه دعوه قضائيه ومعلومات يعني اون ديتاي غادي نوافيكم بها ان شاء الله في اقرب وقت ملي غادي نتوصلوا بها. فالتهمه كانت بطبيعه الحال هي السب والقذف كما يدعون، ولكن حنا ما عندناش في الحلقه السب والقذف، وكنديروا حنا الكريتيك، كنديروا انتقاد البناء والسخريه كيف ما كيعرف الجميع. وهذا الشيء بطبيعه الحال حنا متوقعينه سيرتو من بعد الحملات التشويهيه الاخيره والحمله الاخيره اللي كلشي ساق لها الاخبار واللي فشلوا بطبيعه الحال فيها، فهذه حمله اخرى رسميه في شخص واحد الانسان اللي كيعتبر راسو سياسي بطبيعه الحال، ما كيتقبلش النقد وكيعتبر راسو سياسي، اللي كان لا قدر الله غيكون رئيس الحكومه بهذه العقليه الديكتاتوريه القمعيه اللي يعني ادنى مستويات حريه التعبير في البلاد. فشنو غتنتظروا من هذا الانسان اللي بطبيعه الحال ما تقبلش الكريتيك مستقبلا؟ كيفاش غيتعامل معنا كشعب، كناس اللي كان ناوي يحكمهم، كناس اللي كيقول انا غنولي رئيس حكومه عليهم، غيستعمل بطبيعه الحال معنا العنف والقمع كما شفتوا، وبغى يحبس لنا لساننا ويسد لنا فمنا. وبطبيعه الحال غنفوزوا ان شاء الله كصوت ديال الشعب بهذه الحمله ايضا اللي بغيتوا تواجهونا بها، هذه الحمله التشويهيه بطبيعه الحال. وليكن في علمكم بان هذا الشيء ما كيزيدنا الا قوه واصرار وعزم باننا نكملوا الطريق ديالنا، فهذا كيعطي مشروعيه بطبيعه الحال وكيعطي مصداقيه للبرنامج ديالنا، وان داك الشيء اللي قلناه في الحلقه ديالنا فغي وكاين. فكنتمنى من الناس اللي كيتابعونا، الناس اللي كيهمهم كما قلنا حريه التعبير في البلاد، انهم يبارطاجيو معنا هذا الفيديو، انهم يتعبؤوا معنا سورتو في هذه المرحله هذه. فاي معلومه ان شاء الله الرحمن الرحيم وديتاي غنتواصلوا معكم به، كونوا معنا على القرص انتم متتبعينا. هذه قضيه بطبيعه الحال كيف ما كتهمني كتهمكم وكتهم بزاف الناس، فحنا لطالما هضرنا على قضايا ديال الناس اللي ما كنعرفوهمش، ديال الناس اللي مظلومين ووصلناهم بصوتنا، فكذلك فما بالك قضيه كتمسنا حتى حنا، فغادي يكونوا ان شاء الله بنفس العزم وبنفس المقاومه حتى الانتصار ان شاء الله. كنتمنى انكم تعبؤوا معنا وكل شيء بارطاجي هذا الفيديو هذا، لانه مساله كتعلق بنا وبكم. وبقاو على القرص كما قلنا لكم. كان معكم رضوان السرموح سكيزوفرين، تبارك الله عليكم.